3 أسابيع غياب الجود والكرم عن الملاعب والمستطيل الأخضر. 3 أسابيع غياب جود بلينغهام بسبب إصابة صعبة بالكاحل. منيح اللي حتنقضى ب3 أسابيع لحتى ريال مدريد يكمل سلسلة الإصابات اللي ما عم تخلص أبدا. هيدي من جهة. من جهة تانية مدرب لايبزيغ روزا بيطلع وبيتنطح وبيقول نحن لن نخشى ريال مدريد، نحن سنواجه ريال مدريد وسنخلق الفرص وسنهزم الريال. انه نحن بنعرف مين هو ريال مدريد، بس نحن رح نهزمه، ونحن وظل كثير يطلع ويتهدد. لانه بتعرفوا لايبزيغ بالسنه الماضيه قدر يفوز على ريال مدريد ب3-2 بالذهاب بعد ما علموا الادب الريال بالاياب وهزموا بثنائيه. هيدي من جهه ثانيه. من جهه ثالثه رودريجو عم يوصل للمئويه الثانيه مع ريال مدريد ليلعب المباراة رقم 200 بذهاب دوري الأبطال بكرة إن شاء الله، لحتى نشوفه عم يتألق مثل ما كان مسيرة متألقة مع ريال مدريد. صراحة ريال مدريد اللي ما عنده دفاع واللي جود بيلينغهام وأهم لاعب فيه كمان انصاب، وبده يشوف كارلو أنشيلوتي شو بده يخترع بهالفريق. صراحة كارلو أنشيلوتي بعد الموسم لازم يعطوه نوبل بالاختراع، لأنه عمل 500 ألف خطة دفاع و500 ألف خطة هجوم، لأنه لا عنده دفاع ولا عنده هجوم، وعم يحاول يعمل المستحيل ليضل متصدر الدوري ولحتى ينافس بالأبطال ويحقق بطولات وإنجازات بهذا الموسم. صراحة أكيد شابوبا للمستر كارلو أنشيلوتي هالإنجاز الكبير يلي عم يحققه مع ريال مدريد. بيبقى نتمنى الفوز للفريق الملكي بكرة. اعطوني رأيكم بالتعليقات مع شير ولايك وسلام.